السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن حقيقة الحمام الروماني في مصر. باختصار هنقول منشأه، مواصفاته، ألوانه، الهدف من إنشائه أو من وجود السلالة ديت، هل هو حقق الهدف المربى من أجله في مصر، أسعاره في مصر، وهل ينفع إن احنا نربيه كسلالة لإنتاج اللحم وإنتاج زغاليل للحم، وإيه الفرق ما بين الحمام الروماني والحمام الرومي. فبختم الفيديو باختصار عن رحلتي وتجربتي مع الروماني في مصر، ومحدش يزعل من اللي هقوله لان دي شهاده لله قبل اي شيء، ومن حقك ان انت تبدا تاخد التجربه يعني لو انت عايز تجرب بنفسك وتشوف النتائج بنفسك. نبدا على بركه الله. الحمام الروماني، الدول المتميزه بانتاجه فرنسا والمانيا، في هناك سلالات قيمه جدا. دخل الحمام الروماني في مصر من سنين وتعتبر من أضخم الحمام الموجود في العالم. مواصفاته بيتميز إن المنقار بتاعه عريض زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، عظمة بيضة مثلثة، جنازير الراس بتاعته تخينة وليه زي قورة، راسه عاملة زي بيشبهوها براس الكبش، وعينه مدفونة له تكشيرة كده، له جنازير حوالين العين أو جفن أحمر مجنزر، يعني ممكن يكون من طبقات حسب عمر الفرد. أرضية العين بيضة والعين لونها أسود، البقرة بتاعت العين لونها اسود او نني، واللي حواليها ابيض، ما هوش اصفر او اي لون تاني، ويعني يفضل ان هي ما تبقاش بكمة. جسمه ضخم طبعا، رقبته طويلة شوية متناسقة مع جسمه. طوله ممكن يكون من 60 او من 65 لحد 70 سنتي، ده يعني انسب طول ليه. الجناح مرفوع فوق الديل، اللي هم بيقولوا عليه له تشميرة، ما بيبقاش الجناح ساقط او مدلل تحت الديل، او جناح متهدل. الديل مش مفروق من النص، الديل الريش فيه متستف واكتر من 12 ريشة. يعني الفرد بيبقى له عصب ومشدود، جسمه متناسق تمام، ما هوش طويل قوي وبس هو ضخم تمام، يعني من 60 ل 65 سم ده انسب طول ليه. ده مواصفاته باختصار زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. الوان الحمام الروماني، الالوان الدارجة او الاكثر انتشارا: اللون الاصفر او اللون الاصفر الذهبي او الشمسي، اللون الاحمر الطوبي او الاحمر البلحي. الالوان النادرة فيه اللون السيلفر او السبربيه. الالوان تعتبر برضو من الالوان القيمة او المطلوبة فيه اللون الابيض واللون الاسود تمام. انسب مكان لتربيته، هو ما ينفعش يتربى في البطاريات، بتبقى العيون صغيره عليه، لان زي ما قلنا الحمام ضخمه وطويله. ممكن نربى في اقفاص، يتعمل له عيون خاصه بيه، مثلا طولها ما يقلش عن متر وربع، عرضها ما يقلش عن 75 او متر الا ربع، ارتفاعها ما يقلش عن 65. وعايز تربيه سايبه. المشكله في الحمامه ان هي الحمامه يعني غشيمه شويه، ممكن يحصل صراع ما بين الذكور او ما بين الطيور في المكان، فيهاجم وشوش بعض، ممكن يكسر البيض، ممكن يموت زغاليل بعضه. فهو يفضل يتعمل في نظام التربية في نظام اقفاص او عيون او عيون بمقاسات خاصة زي ما قلنا المقاسات كده، بحيث ان انت تاخد منه احسن انتاجية ان شاء الله. كسلالة بيندرج تحت سلالات اللحم، يخش في المعارض والمسابقات. نتكلم بالنسبة اللي يخصنا في مصر، طبعا من سنين السنين ما عادش بيخش سلالات جديدة عندنا هنا في مصر. اللي كان عنده حمام روماني منغلق على نفسه، بدأ يحصل ضعف للسلالة الموجودة أو انهيار للصفات القياسية بتاعتها، فبدأ المربين إن هم يلجأوا لتخليط الحمام الروماني، بدأوا إن هم يخلطوه. بدأ في ناس عايزة يعني تنمي صفة الضخامة، بدأ في ناس تخلطه مع أنواع محلية أو سلالات محلية، نتج منها بعد كده الحمام الرومي. وفي ناس بدأت تخلطه مع أنواع حمام بحيث إن هو إيه يحافظ على الطول والضخامة بتاعته، بدأ ينتج سلالات أطول من الروماني او اضخم من الروماني شوية، بس طبعا بتبقى اقل في المواصفات القياسية من ناحية العظم والجنازير. طب في ناس تانية تخلطه بانواع حمام، خاصة بعض انواع الحمام المراسلات وحمام زي الاسكندراني عشان ينمي العظم بتاعه، فقل من الضخامة ومن جسم الفرد ومن عصب الفرد. طيب هل حقق الهدف المربي من اجله في مصر ان هو ينتج سلالات لحم؟ طبعا الحمام الروماني انتاجه ضعيف. الحمام الروماني ما ينفعش تعتمد عليه ان هو يفرخ او يقوم زغاليله، محتاج حضان. يعني في اغلب الظروف او اغلب الحمام الروماني ما ينفعش يقوم الزغاليل بتاعته، لازم حضان. مشاكله كتير، بدأت زي ما احنا قلنا السلالة ضعفت، بدأ يحصل فيها انهيارات تمام، فمشاكله كتير، امراضه كتير. فطبعا عشان تلاقي حد تغير دم العملية صعبة، فالحمام معظمه مخلط. طيب تعرف من انت ما بتشوف الانواع القياسية الموجودة بره، لو حد هيتفرج على فيديوهات موجودة في فرنسا او في المانيا، هتلاقي شكل تاني خالص ووضع تاني خالص اصول الحمام يعني. طب اسعاره ايه؟ طبعا زي ما قلنا بيبقى له مواصفات قياسية، كل ما المواصفات دي تتجمع في فرد بيبقى سعره غالي. يعني ممكن سعر الروماني
اللي هو البيور يوصل من اول 500 جنيه لما 2000 جنيه الجوز، بتوقف على العمر وعلى المستوى. طيب الحمام ده ينفع اربيه عشان اطلع منه سلالات لحم او اهجن منه؟ عشان موضوع التهجين ده هياخد منك وقت. طيب وعشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. طب ينفع اربيه لانتاج سلالات لحم؟ لا. طب هو بيتربى ليه؟ الناس بتربيه يعني هو كده اصبح من باب الزينة او من باب الهواية. محدش هيذبح زغلول ممكن يبيعوا مثلا ب500 جنيه الجوز او يبيعهم ب1000 جنيه الجوز. طيب ايه الفرق ما بينه وبين الرومي؟ قلنا الرومي هو ناتج خليط الروماني مع بعض السلالات المحلية. طيب وهعمل الفيديو التالي بإذن الله هوريكم فيه الحمام الرومي والفرق ما بينه وبين الحمام الروماني. والحمام الرومي قد يكون في حجم الحمام الروماني وساعات بيتفوق عليه ويبقى أفضل منه في الإنتاجية. سعره قليل، ممكن الحمام الرومي سعره يبدأ من 150 جنيه لحد مثلا 300 جنيه 500 جنيه أقصى حاجة، حسب عمره وحسب حجمه. وبيتفوق في الإنتاج عن الحمام الروماني، وألوانه نفس ألوان الحمام الروماني، بس بيفرق في المواصفات القياسية العظم والجنازير، وهوريهولكوا في الفيديو الجاي إن شاء الله اللي بعد ده بإذن الله. طيب بنختم الفيديو بحاجة بسيطة. رحلتي وتجربتي مع الحمام الروماني. أنا الحمد لله بفضل الله يعني مصر، لفيت مصر كلها محافظة شبه محافظة. وصلت للأسماء الكبيرة في الحمام الروماني الحمد لله. عملت يعني سلالات كويسة عندي، وفي ناس يمكن معانا على القناة متابعين شرفوني وخدوا مني حمام. أنا تجربتي مع الحمام الروماني حمامة ضعيفة تتعبك في التربية، حتى لو انت هتفرخها بغرض تجاري او انت حاببها، لا دمها ضعيف، مشاكلها كتير، مناعتها ضعيفة، اللعب فيها كتير. انا وصلت الناس اللي هم يعني كانوا اوائل المربين الروماني هنا في مصر، يعني ما عادش، انتهى اللي عنده خلاص، يعني قليلين موجودين على الصابع الايد الواحدة اللي لسه متمسك، والسلالات عنده في انهيار لدرجة يعني انا كان بيجي لي ناس يعني بفضل الله من اللي هم يعتبروا مدخلين الحمام الروماني في مصر عشان يغيروا دم مثلا من عندي، او ياخد طيرة، ياخد ذكر يغير دم ليه؟ علشان عنده السلالة في الانحدار. انا شايف ان هو ما دخلش سلالات جديدة في مصر او دم جديد في مصر زي الكينج كده، فالسلالة في النازل تمام. طبعا في حد ممكن ما يعجبوش كلامي، كامل احترام لشخصه. انت مربي روماني وعندك انتاج كويس مفيش مشكلة، ابعت لنا، حضرتك اكتب لي في التعليقات وهديك رقم الواتس، ابعت فيديو عليه ويعرض انتاج حضرتك، واللي عايز يشتري ياخد، مفيش مشكلة خالص تمام. بس انا بتكلم دي شهادة وحاجة انا خضتها وعشتها سنين، ويعني وصلت لقعدة المربين بدون ذكر اسماء. يعني وصلت ان انا كنت بشتري الجوز ب2000 جنيه عشان مثلا اطلع منه زغاليل، ممكن ابيع الجوز مثلا ب500 او ب600. ما لقيتش الروماني القياسي او المواصفات القياسية او الحمامة القوية، كله مخلط ومتهجن. الحمام الروماني محتاج حضان، محتاج رعاية، محتاج تكاليف، محتاج خدمة، مكلف عشان تطلع منه الزغاليل. الهدف من تربيته ان انت بتنتج زغلول اما كهواية او بتبيعه كسلالة تمام. انما ما ينفعش يندبح. لو بتدور على زغلول لحم، لا، في انواع تفوقت عليه بتطلع زغاليل لحم اكبر منه زي الحمام الرومي المهجن، اللي هعمل له فيديو منفرد ان شاء الله بعد الفيديو ده ان شاء الله. برضو من المشاكل اللي ممكن تقابلك في الحمام الروماني غير ضعف السلالة، كثرة الامراض، كثرة المشاكل اثناء عملية الفرخ والتربية، تكبيس البيض، ممكن يكسر البيض. طبعا تحتاج لكل جوز لا يقل عن 3 أجواز حضان، فدي هتبقى مكلفة، محتاج مكان كبير عشان تربيه فيه. فإذا يعني ملخص القول فيه إن التربية إما هواية أو إما أنت يعني من باب إن أنت هتطلع سلالة عشان تبيعها. وطبعا الإقبال على شراء الحمام الروماني قل وسعره في النازل، مع يعني الاتجاه دلوقتي كله للحمام الكينج، وان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو تاني عن الحمام الكينج ومواصفاته واسعاره. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الحمام الرومي وسلالات الحمام الانتاج زغاليل اللحم، وافضل الهجن الموجوده اللي ممكن تربيها سواء وتتحمل الحر وتتحمل الجو بتاعنا. في نهاية الفيديو بإذن الله أتمنى إن انتوا تكتبوا تجاربكم الشخصية وملاحظاتكم في التعليقات، ولو في أي استفسار برضو اكتبوا في التعليقات، وإن شاء الله يعني هرد على كل استفساراتكم. وأتمنى إن الفيديو ده يكون فاتكم بإذن الله. شارك الفيديو وما توقفش معلومة عندك، فالدل على الخير كفاعله. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.